السلام عليكم اخواني اخواتي. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نهضروا على اكثر انواع الدجاج انتاجا للبيض. في هذا الفيديو غادي نعطيك اشهر واكثر سلالات انتاجا للبيض الا كنت باغي دير مشروع ديال تربيه الدجاج من اجل انتاج البيض. اول سلاله اخواني اخواتي وهي السلاله اللي كنفضلها انا شخصيا هي سلاله الدجاج الفيومي الفضي، واختاريت انني نبدا به الفيديو نديرو في المركز الاول، ماشي لانه من اكثر السلالات اللي غنذكر لكم دابا انتاجا للبيض، ولكن لانه عنده الكثير من المميزات والايجابيات اللي كتميزه على باقي الدجاج وكتخليه من افضل الدجاج البيض اللي تقدر تبدا به، وخصوصا الا كنت مبتدئ في تربيه الدجاج، لانه باختصار دجاج بري وما كيحتاجش عنايه خاصه. ومن افضل صفات هذه السلاله انها سلاله مقاومه للامراض وكتكيف مع جميع انواع الجو وخصوصا الطقس الحار. فهذه السلاله كما يشير الاسم ديالها هي سلاله مصريه من محافظه الفيوم، وهذا الشيء اللي كيخليها تقدر تعيش في جميع المناخات العربيه. اما انتاج دجاج الفيومي من البيض فقد يصل الى 215 بيضه سنويا. هذا الشيء الا كان هذا الدجاج الفيومي يعني دجاج فيومي حر اصيل، ولكن الا كنتي غتربي شي حاجه يعني من تمام متاكدت من الاصل ديالها والسلاله ديالها يعني ما نقياش بزاف، فتقدر توصل لك الانتاج ديال 180 بيضه سنويا. اما اوزان الدجاج الفيومي الفضي فهو مندرج يعني في خانة الأوزان الخفيفة ديال الدجاج، فالذكور كتوصل تقريبا لوزن 2 كيلوغرام، أما إناث الفيومي فما كتعداش كيلو 600 غرام. النوع الثاني من الدجاج البياض هو سلالة الليجهورن، وتعتبر هذه السلالة من أكثر السلالات إنتاجا للبيض، والاصل ديال هذه السلاله جايه من ايطاليا، ولكن دابا ولات من اكثر انواع الدجاج الاكثر شهره في جميع انواع بلدان البحر الابيض المتوسط، وهي دجاج بياض بامتياز، يعني هي غزيره في انتاج البيض بمعنى الكلمه، فقد يصل الانتاج السنوي ديالها ل 280 بيضه في العام. وبفضل التحسين ديال هذه السلاله من طرف الكثير من البلدان فكاين بزاف ديال الانواع ديال هذه السلالات اللي جورن. كاين لي جورن الابيض، كاين لي جورن البني، وهادو هما الاشهر يعني اشهر الانواع ديال هاد السلاله، وكاين تقريبا شي 12 نوع ديال هاد السلاله هادي. اما بالنسبه لانتاج اللحم فمن المعروف ان سلالات الدجاج البياض كتكون الاوزان ديالها منخفضه، وعلى العموم في الاوزان ديال الدجاج اللي جهورن تقريبا الذكور منها كتوصل لوزن 2 كيلوغرام و900، اما الاناث فكتوصل 2 كيلو ونص. النوع الثالث هو الدجاج الهجين البياض، يعني الدجاج اللي كيتم انتاجه عن طريق تهجين واحد المجموعه ديال واحد من انواع ديال السلالات البياضه، ومن اشهر انواع هذه السلالات الهجينه هي سلاله الايزا براون او دجاج ايزا البني، وهي من اكثر السلالات الهجينه انتاجا للبيض، وهي اللي كتعطينا هذا البيض الرومي اللي كيتباع في الحوانت، داك البيض البني المعروف. هذه السلالات الهجينه كتميز بالانتاج الوفير ديالها من البيض، كتوصل شي بعض المرات حتى ل 280 بيضة في العام، إضافة إلى أنها كتستهلك واحد الكمية قليلة من الأعلاف بالمقارنة مع أنواع الدجاج الأخرى، وهذا الشيء كيرجع لقدرة التحويل الكبيرة اللي عندها، يعني تحويل الأعلاف إلى بيض. أما الأوزان ديالها فكتدخل ضمن الفئة المتوسطة، يعني الأوزان ديالها متوسطة، ماشي كبيرة بزاف ماشي ضعيفة بزاف. النوع الرابع إخواني أخواتي هو سلالة دجاج سوسكس أو الساكس كما يسميه آخرون، وهو واحد النوع من الدجاج مزدوج الغرض، يعني دجاج كينتج لنا البيض بوفرة ودجاج لاحم، يعني الأحجام ديالو كتكون كبيرة نوعا ما بالمقارنة مع سلالات الدجاج البياضة الأخرى، فهو دجاج لاحم وبياض بامتياز، وكيوصل الإنتاج ديال هذه السلالة من البيض في السنة ل 250 بيضة في المتوسط. وكاين بزاف ديال الانواع ديال هاد الدجاج ديال السوسكس، ولكن من اشهرها هو دجاج السوسكس اللي كنعرفوه هو الدجاج الابيض اللي كتكون عنده داك داير بحال التاج كحل في العنق ديالو. النوع الخامس هو سلاله الدجاج الاندلسي، ورغم انه كيتكلاصا في الدرجه الثانيه من حيث الانتاج ديال البيض، الا انه اللي كيميزه هو ان الحجم ديال البيضه ديالو يعني محترم، عنده واحد الحجم ديال البيضه كبيره تبارك الله، وكيوصل المتوسط ديال الانتاج ديال هذا النوع من الدجاج ديال البيض في السنه ل 170 بيضه سنويا. والاصل ديال هذه السلاله كما يشير الاسم ديالو جاي من الاندلس، فكتنتشر التربيه ديالو اكثر في منطقه قرطبه واشبيليه، وبحكم القرب ديالنا للديار الاسبانيه فهو موجود عندنا في المغرب تبارك الله. النوع السادس اخواني اخواتي هو واحد الدجاج سميتو دجاج المارينز، وهي سلاله مختلطه الغرض، يعني هي سلاله بياضه ولاحمه في نفس الوقت. الانتاج ديالها السنوي من البيض كيوصل تقريبا ل 150 بيضه في المتوسط،
اما الاوزان ديالها فالذكور تبارك الله كتوصل لوزن 4 كيلوغرام، اما الاناث فكتوصل لوزن 3 كيلوغرام، وهي سلاله فرنسيه الاصل. فإلا كنت اخي ولا اختي كتفكر انك دير يعني تربي الدجاج من اجل انتاج البيض، سواء الاكتفاء الذاتي او الانتاج المنزلي، او لا كتفكر دير مشروع ديال انتاج البيض والبيع ديالو في الاسواق، فمن الاحسن انك تختار شي نوع ديال الدجاج من هذه الانواع اللي قلت لك في هذا الفيديو، وحاول تعمق في كل سلالة على حدة. يعني حاول تبحث على كل سلالة على حدة باش تختار السلالة اللي ترتاح ليها واللي تقدر تربيها واللي كتشوف انك تقدر تخدم عليها. ولا بغيتوا اخواني اخواتي اننا نهضروا على كل سلالة على حدة ونتعمقوا فيها مزيان ونهضروا على الخصائص ديالها يعني والسلبيات والايجابيات ديال كل سلالة على حدة، فقولوا لنا في التعليقات باش نحاول ان شاء الله نتعمق في كل سلالة على حدة وندير عليها فيديو مخصص. والى هنا اخواني اخواتي غنكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو، كنتمنى تكونوا استفدتوا منه ولو حاجة بسيطة، حتى نتلاقاو ان شاء الله في شي فيديو اخر. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.